اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من قناه ماريانو. الفتره دي كان في ترند اللي هو سندوتشات الحلو الحادق. هو بصوا هو تاريخها طويل شويه، ممكن عشان هو اتشهر ببراند اسمه تفويله. هو انتشر بقى في محافظات كتيره زي القاهره وحلوان واسكندريه والكلام ده كله. خلينا نبدا بقى نشوف هو كان بادئ ازاي. هو كان بادئ بمحل اسمه عمرو صواريخ، وكان موجود في سيدي بشر. بعد كده في واحد تاني اللي هو الشاب كاظم اخد الفكره ديت، ودوت كانوا مجموعه شباب حبوا يفتحوا مشروع، فعملوا المشروع دوت في محل كده صغير. وطبعا اتشهروا عشان كان في قناه اسمها اكلة عدنان، راح صور فيه على اساس اللي هو بيساعد الشباب وبيساعد الناس اللي هم بيعملوا ستارت ابس وكده، فاتشهر على اساسه. طبعا في واحد رجل اعمال، وانا بقول رجل اعمال ليه بقى؟ لان تفويله اول ما فتح زيه زي اغلب البراندات اللي انا مش هقول اسمها، يعني اللي هي مره واحده بتلاقيها فتحت في كل حته، زي ولا بلاش، يعني كلنا عارفين اصلا من البراندات اللي بتفتح على طول وحاسين ان هي غسيل اموال اصلا. احنا النهارده قررنا اللي احنا نجيب الاصل وسبب الشهره واللي استغل الشهره، اللي هم عمرو صواريخ وشاب كاظم وتفويله. حلو، يلا بينا نجيب الاوردر. وتمام، وصل معانا الاوردر. بصوا حصل مشكله شويه في حوار ان انا كنت عايز اخلي كل السندوتشات موحده بنفس الكونسيبت، بس طبعا عمرو صواريخ طلع عنده حاجات مش موجوده. يعني هو كل ما اقول له عايز حاجه يقول لي خلصت. يعني هو تقريبا كده في سندوتشين مش هيبقوا متاحين زي دول. خلينا بقى ايه، نبدا باول سندوتش معانا، وهو هنبدا باول حاجه وهو سندوتش كيري سوسيس. هو بصوا في عمرو صواريخ ما كانش عنده كيري سوسيس، فقلت له يعني تقترح عليا مثلا اغيره بايه؟ قال لي ممكن تغيره بسندوتش بطاطس بالجبنه واللحمه المفرومه. هو طلع عامه بره التقييم يعني في السندوتش ده. فبصوا عامه ده هنا سندوتش تفويله، ودوت شاب كاظم، دوت سندوتش البطاطس بتاع عمرو صواريخ. خلينا نبدا بالسندوتش بتاع تفويله، يلا بسم الله. طعمه عامل زي اكننا مثلا عاملينه في البيت، او لو مثلا بقاله اللي هي بتعمل سندوتشات فانت بتقول انا عايز سندوتش كيري مع شريحتين سوسيس، فما حسيتوش مختلف. خلينا بقى نقارنه بالمنافس بتاعه وهو الشاب كاظم. يلا كده بسم الله. هو هنا عامه السوسيسيه حسها مكشكشه كده شويه، هنا كانت ماسكه نفسها شويه يعني. خلينا بقى ايه كده ندق. بصوا عامة الاتنين فيهم مشكلة في حوار العيش، ان العيش تحس اللي هو مثلا بايت او حاجة شبه كده، يعني مش طازة خالص. بس يعني صراحة ده اللي يفوز، لان هنا مزود الكيري اكتر، فانا احس بطعم كيري اكتر. السوسيس هو اوكي هنا ارفع، هنا حاطط لك سوسيايه كامله، هنا حاطط لك شرايح. هنا في السوسيس اكتر، هنا في الجبنه اكتر، بس انا هنا حاسس بطعمه اكتر عن ده. في الجوله دي تفويله هو اللي يكسب. خلينا بقى ايه نخش على السندوتش اللي بره اصلا التقييم دوت. فخلينا ندوق. هو عامه مغرقه مليه جبنه ومليه لحمه وحوارات كتير. خلينا بقى ندوق. هنا السندوتش طعمه حلو ومليان ومخدوم. في ميزه كويسه اللي انا لسه مش معروف، ان محدش هيتوصى على اوردر انا بعمله يعني، فاظن اللي دوت هو اللي هينزل لك يعني لو انت طلبته من هناك. بس كميته محترمه وسعره محترم. هحط لكم طبعا اسعار كل حاجه هنا. حلو الكلام. خلينا بقى نخش على السندوتش اللي بعده. والسندوتش اللي بعده اللي معانا وهو سندوتش الفاهيتا لانشون. الفاهيتا لانشون ده بتكون عباره عن لانشون وجبنه شيدر. مش عارف هما بيسموها فاهيتا ليه، ممكن عشان حاطين فيها خضار وكده. هنا تفويله، وهنا شاب كاظم، وهنا عمرو صواريخ. الثلاثه عامه شكلهم شبه بعض جدا يعني. بص ده كده عمرو صواريخ، تفويله، الشاب كاظم. ثلاثة شكلهم شبه بعض بالظبط، يعني مفيش حد مزود اي مثلا انجريدينت او اي حاجه خالص. ثلاثة نفس كميه، نفس الشكل، نفس المكونات، نفس كل حاجه. ممكن الشاب كاظم مثلا مزود سيكه. فخلينا نبدا طبعا من اليمين للشمال بتفويله. يلا بينا بسم الله. سندوتش تقريبا فاهيتا اللانشون ما بيكونش مفروش اي حاجه من تحت، بيكون اللانشون والشيدر وشويه خضار كده، زيتون مثلا وفلفل حلو، صوص شطه من فوق عشان في حته حرقان كده دخلت في مناخيري. خلينا نبدا بعمرو صواريخ. يلا بينا بسم الله. بصوا هنا باين طعم الخضار اكتر من هنا. دوت انا كنت حاسس ان هو مثلا طعمه عادي كده شويه، اللي هو ما فيهوش طعم قوي، طعم لانشون بس. فده احلى الصراحه من التفويله. خلينا بقى ايه نخش على الشاب كاظم ونشوف طعمه عامل ازاي. يلا بينا بسم الله. هنا بقى واجهتني مشكله تانية خالص. هنا مش باين اي طعم اي خضار، باين طعم لانشون فقط. مش عارف يعني، هو بص هو متوصي صراحه في الكميه، حاطط كميه لانشون كتير، بس مش حاسس باي طعم تاني خالص، هو لانشون فقط. في الجوله ديت عمرو صواريخ هو اللي يكسب. يلا بينا نخش على السندوتش اللي بعده. السندوتش اللي بعده هو فاهيتا مشكل جبن. هو تقريبا نفس الكونسيبت بتاع اللي فات، بس بيبقى فارش لك جبنه ومزود لك جبن كتير في الخلطه اللي هي ما بين اللانشون. فدوت معانا تفويله، ودوت معانا عمرو صواريخ، ودوت معانا الشاب كاظم. خلينا بقى ايه نبدأ بتفويلة. بسم الله.
برضو احس برضو بنفس المشكله. هو بص هو متغرق وحلو وطعمه ألذ يعني من الفاهيتا لوحدها، بس معرفش بقى جنب التانيين هيبقوا طعمهم عامل ازاي، بس لحد دلوقتي هو حلو. السندوتش اللي بعده بتاع عمرو صواريخ، يلا بينا بسم الله. هنا الصراحة الجبنة طعمها باين اكتر من السندوتش اللي فات، بس خلينا ايه ما نظلمش الموضوع عشان ممكن برضو لسه عندنا منافس تاني قوي ممكن يغلبهم هما الاتنين يعني، بس لحد دلوقتي دوت احسن من تفويله. يلا بينا نخش على السندوتش الاخير، يلا بينا بسم الله. برضو تقريبا نفس المشكلة، هنا طعم الجبن مش باين، وهنا برضو طعم الجبن مش باين. هنا اكتر سندوتش طعم الجبنة باين فيه، وفي نفس الوقت عامة التلاتة محشيين بنفس الكمية، بس ده مديني طعم اكتر وطعم احسن. برضو عمرو صواريخ يكسب الجولة دي. يلا بينا نخش على اللي بعده. السندوتش اللي بعده معانا وهو سندوتش التونة. طبعا نفس المشكلة اللي حصلت، عمرو صواريخ ما عندوش تونة. هو المفروض هي موجودة في المنيو بس خلصت تقريبا او ما بقاش يعملها مش عارف، بس قلت له برضو اغيرها بايه، قال لي ممكن تغيرها بكيري بسطرمة. فدوت سندوتش التونة بتاع تفويلة، ودوت سندوتش التونة بتاع الشاب كاظم. خلينا برضو ايه نبدأ بتفويلة. وانا عامة مش عارف ليه طلبت السندوتش دوت، بس عشان حسيت اللي هو عامل مشترك ما بين التلاتة فقلت اجيبه يعني، اتمنى اللي هو ما يقفلنيش يعني. بسم الله. تونة سادة جدا. خلينا بقى ايه نجرب الشاب كاظم، بسم الله. هو الصراحة الاتنين نفس الطعم، مش عارف هل هم مثلا بيجيبوا من نفس المكان ولا هما الاتنين بيعملوا نفس الطريقة، بس اتنين نفس الطعم، بس الشاب كاظم محشي اكتر، مفيش اي حاجة ممكن نقارن ما بينها، فناخد على الطعم الاكتر والشاب كاظم هو اللي ياخد الجولة دي. خلينا بقى نشوف عمو اللي ما عندوش تونة. خلينا بقى نجرب البسطرمة بالكيري اللي عنده عاملة ازاي. حلو، هو عامة حاشي السندوتش كيري بغباء. اشوف بقى طعم البسطرمة هل هيبان فيها ولا لا. يلا بينا بسم الله. بص انا مش ضايق اي طعم بسطرمه في الموضوع، تقريبا هو باين ان في حتتين بسطرمه او 3 حتت وسط الكيري ديت كلها، فلا لا يستحق فعلا الفلوس اللي احنا دفعناها عليها، وتشيز اصلا كل السندوتشات عندهم مش غاليه يعني، فما يستحقش انك تجيب يعني، في حاجات احسن بكتير. يلا بينا نخش على ايه السندوتش اللي بعده. والسندوتش اللي بعده معانا وهو ميكس الحادق. هو عامه طبعا زي ما اتعودنا خلاص بقى مش لازم كل مره نقول بقى اللي عمرو الصواريخ ما عندوش ميكس حادق بتاعه كده. هو اوكي ما كانتش عنده اصلا في المنيو، بس عنده قسم تاني اسمه قسم السخن، الحاجات اللي مش بارده. فخلينا بقى ايه اوريكم. طبعا ده تفويله ودوت عمرو صواريخ، فاحنا قررنا ان احنا نجيب من الحاجات اللي عنده في الحاجات السخنه، وهي لحمه بالبصل، وده كده بيكون شكلها. والشاب كاظم هنا بقى الدنيا بتختلف شويه يعني، هنا في تفويله قايل لك ان الحادق عندهم بيكون عباره عن جبنه شيدر، لانشون فراخ، جبنه تركي، سوسيس، بس تقريبا هو نسى يحط السوسيس. وفي مشكله هنا كمان يعني، بص هو حاطط في السندوتش مقفول وحاطط عليهم الحاجات كده من فوق، فكده بيكون شكله والشاب كاظم نفس الكونسيبت، بس هنا ما نساش السوسيس. اكيد كده عرفنا طبعا مين اللي هيكسب يعني، بس خلينا نشوف الطعم عشان الاثنين اصلا نفس المكونات. خلينا برضو نشوف الطعم، بسم الله. هنا الجبنه الشيدر حاسسها مايله اكتر للجبنه البيضاء، مش جبنه شيدر خالص. الجبنه التركي مش عارف ازاي ما حسيتش بطعمها، فصراحه ده ما عجبنيش، زائد السوسيس اللي طار دوت مش عارف. خلينا بقى ايه نجرب شاب كاظم. حاطط لك بعدد شريحتين سوسيس، هو كاتبها كده في المنيو 2 سوسيس، بس السوسيس عنده تحس اللي هو مرهق شويه، مش عارف ليه يعني. بص كده تحس اللي هو ايه مرهق. خلينا ايه ندوق بقى، اهم حاجه الطعم، بسم الله. هنا واجهتني مشكله وفي نفس الوقت حسيت بطعمها اكتر طبعا عشان السوسيس ضايف طعم، بس الجبنه عندهم هنا عادبه قوي يعني. هنا تمام كنت حاسسها جبنه بيضه بس كان فيها ملح شويه، اللي باين اكتر طعم السوسيس والجبنه التركي. وهنا اوكي في لانشون فراخ بس يعني ما حسيتش بطعمه قوي. طب يا ترى مين اللي هيكسب الصراحه يعني؟ مش عارف، هنا طعم الجبنه احسن بس هنا نفس السوسيس. هنا في سوسيس مزود لك طعم شويه بس طعم الجبنه عادب، فبما ان دوت نفس السوسيس فاظن يعني لو السوسيس اتضاف له هيكون احسن. فخلينا نكسب المره دي تفويله. خلينا بقى ندوق الشخص الغريب اللي دخل معانا في الحوار دوت، وهو اللحمه بالبصل. هو السندوتش بايش شويه، ممكن عشان كان سخن فالسندوتش باش منه. يلا بينا بسم الله. مش عارف احدد الصراحه، بس طعم اللحمه حلو. اوكي ما فيش بصل كتير، هي لحمه فقط، مكعبات لحمه يعني
يعني سندوتش البطاطس الصراحه بتاع الجبنه واللحمه دوت عجبني اكتر. ده انا كنت مستني منه اللي هو يقدم لي حاجه تانية، يعني ما عجبنيش. يلا بينا نخش على الساندوتش اللي بعده. هو احنا كده عامه خلصنا قسم الحادق في كله، يعني احنا اخدنا حاجات يعني عشوائيه من كل حاجه او الحاجات المشتركه ما بين كل المطاعم. بس في حاجه شدت انتباهي في مطعم تفويله، عندهم حاجه اسمها قنبله حادق. فقنبله الحادق ديت مكوناتها سوسيس، طماطم، فلفل، زيتون، جبنه موتزاريلا، تركي مبشور، وكاتشب. فحسيت اللي هي مثلا هتكون حاجه مختلفه، فقلت يعني ايه بالمره اجربها. دوت كده بيكون شكله، اظن ان دوت هيبقى حاجه مختلفه، زائد اللي هي عليها موتزاريلا، الموتزاريلا سايحه، فدوت ما يعتبرش من السندوتشات البارده. فخلينا ندوق بقى طعمه عامل ازاي. بسم الله. ايه ده؟ هو انا مش حاسس بطعم ليه؟ مش حاسس الا بطعم الجبنه الموتزاريلا والزيتون، ممكن عشان ما وصلتش للسوسيس عطمه تاني. ايوه يا عم بقى، هو ده الكلام يا عم. فاكرين لما قلت لكم سندوتش البطاطس عند عمرو صواريخ حلو جيبوه، سندوتش قنبله الحادق حلو عند تفويله ممكن تجيبوه، عشان الصراحه طعمه حلو ومليان. واكيد يعني لو كان سخن او كان طالع على طول واكلته على طول كان هتبقى التجربه مختلفه. خلينا بقى ايه نخش على اخر حاجه خلاص، عشان خلاص تعبت. قسم الحلويات. هو عامه مغلفينها عشان بتبقى ملحوسه جدا. السندوتش اللي معانا وهو السكالانس. السكالانس دوت بيكون عباره عن، استنوا بس نفتح دوت ونشوف عباره عن ايه. السكالانس في تفويله بيكون عباره عن كريمه، حلاوه، اوريو، مربى، وشوكولاته. السكالانس في عمرو صواريخ عباره عن كريمه، حلاوه، عسل، وطحينه. السكالانس هنا عباره عن كريمه، حلاوه، اوريو، عسل، مربى، وشوكولاته. هنا زياده عسل، هنا زياده طحينه، هنا عادي مش زياده حاجه خالص. فعامة الأكلة ديت عامة مش هينفع ناكلها بإيدينا، فللأسف هنضطر إن احنا نستخدم الجلافزات. احنا طبعا عارفين مشكلة الجلافزات، تخروش في المايك. ده عامة بيكون تفويلة عمرو صواريخ الشاب كاظم. خلينا نبدأ بتفويلة. بسم الله، الدنيا ملغوصة جدا. يلا بينا بسم الله. سكر كتير جدا، حاسس ان انا كملت دوت يجيلي شوجر رش مثلا يعني. ها بس كميكس سكالانس فهو لحد ما لطيف، بس ما اظنش ان انا هقدر اكمله للاخر ان كميه سكر رهيبه. نخش على عمرو صواريخ. دوت اكتر واحد شكله مش لغوصه بقى والكلام دوت كله، لا منظم كده محترم، حتى محافظ على العلبه بتاعته. خلينا يلا بينا ندوق. بسم الله. هنا اكتر طعم باين فيه طعم المربى وطعم الطحينه. طعم الشوكولاته يعني هو رش الشوكولاته كده على خفيف، بس عجبني يعني. ما حسيتش ان انا مثلا بعد قطمتين ممكن اتقفل منه. مسكر وحلو، ممكن اقدر اكمله بالاخر، ممكن اكل كمان حاجه مسكره بعديه. حلو. خلينا بقى ايه نخش على الشاب كاظم اللي هو بهدل الدنيا دوت. يلا بينا بسم الله. لا بقى دوت احلى من الاتنين اللي فاتوا بمراحل. العسل مديله حته سكر كده على خفيف، الاوريو مش مضايقني في السكر، الشوكولاته، الكريمه او القشطه اللي حطيتها تحت ديت مخففه طعم السكر. فلا، شاب كاظم يكسب الجوله دي بجداره. خلينا بقى نقفل كده عشان الدنيا باظت خالص 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 انا بتكلم كده ليه؟ تمام. ونخش على اخر سندوتش معانا وهو كل واحد بيسميه باسم مختلف. يعني مثلا في تفويله الديزل، في عمرو صواريخ ميكس حركاوي، شاب كاظم اف 16. خلينا بقى ايه نفتح ونشوف الحاجات اللي جوه. تمام. وادي اخر سندوتش معانا وهو ميكس الحلو. الدنيا ملغوصه الصراحه اكتر من السكالانس بكتير، يعني في حاجات اصلا مش في السندوتش كلها واقعه في الطبق. فتمام. دوت تفويله عمرو صواريخ الشاب كاظم. خلينا بقى ايه ندوق اللغوصه ديت. هو عامه كلهم بيبقى حاطط عليهم سوداني او مكسرات، لان ديت تعتبر اغلى حاجه عندهم في الحلويات. فخلينا ندوق. يو برضو لغوصه، شيله ازاي ده العيش اصلا بايش. يلا بينا بسم الله. هنا تقريبا عالج المشكله بتاعت سندوتش السكالانس. لا ده ممكن اكمله للاخر برضو، واحس ان طعمه مش وحش، لا طعمه حلو، اخليك تكمل الاخر. وفي نفس الوقت السكر بتاعه مش عالي قوي، لا نايس حلو. خلينا بقى ايه نخش على عمرو صواريخ. وانا الصراحه مش عارف يعني انا هعمل ايه، ما الدنيا كلها واقعه اصلا في الطبق. ممكن نعمل كده وننزلينه في السندوتش ونقول بسم الله. هنا برضو نفس الحوار ما قفلنيش. هو انا نسيت الصراحه اقول لكم هي ديت بتبقى مكونه من ايه. خلينا كده نشوف. الديزل مكون من كريمه، مورو، اوريو، كندر، لوتس سوداني، وشوكولاته. انا عامه لا حسيت بكندر ولا حسيت بلوتس، انا حسيت بالاوريو والسوداني والشوكولاته والكريمه وممكن شويه من المورو، بس الباقي ما حسيتش بيه. اللوتس ما حسيتش بيها. ما علينا. دوت بقى مكون من ايه؟ ميكس حركاوي مكون من تقريبا برضو نفس المكونات: كريمه، لوتس، مورو، شوكولاته، دارك شوكليت، وايت شوكليت، اوريو، ومكسرات. هو بصوا كمية
ميكس هو حلو برضو ما يقفلكش، لان الكريمه هي بتسحب شويه من السكر، فانت ما بتتقفلش من كميه السكر الكتيره اللي موجوده. عامه الميكسات اللي هم عاملينها بتاعه الحلو احسن الصراحه من السكالانس. خلينا نخش بقى على اخر ساندوتش عشان نخلص الحلقه اللي مش عايزه تخلص ديت، وهو شاب قازم. يلا بينا كده ندوق. بسم الله. برضو نفس الحوار، متغرق وطبق كله اصلا اكل مع الساندوتش. يلا بينا بسم الله. بصوا هنا القطمه غنيه اكتر، يعني جاي باخد قطمه لقيت ان بقي اتملى كله مليان حشو صراحه. يعني الاختيار دلوقتي بقى صعب، التلاته نفس المكونات، التلاته قريبين من بعض، نفس الطعم، بس محتاجين نكرر. ليه ما نديش التلاتة نفس السكور؟ ماشي ندي التلاتة وحايد، تعادل ما بين التلاتة في الجزئية دي. حلو، خلينا بقى نقلع دوت ونشيل الحاجات ديت واقول لكم انهي احسن واحد فيهم، وهل فعلا صاحب الفكرة هو اللي هيكسب ولا التقليد ولا البيزنس. خلينا بقى نقول مين اللي هيكسب معانا. بصوا المشكلة ان في عمرو صواريخ ما عندوش اغلب الحاجات اللي الناس بدأت تطور فيها. خلينا نرتبهم من الاخر للاول. ليه بقى دوت اخد الاول؟ ان هو كطعم احسن، في حتة اللي هو يعني مش كل حاجة عادبة فيها طعم اكتر شويه. المركز التاني للاسف وهو عمرو صواريخ، لان هو كانش عنده اغلب الحاجات اللي كانت موجوده، بس برضو كعمرو صواريخ هو محافظ على الطعم بتاعه. لو كان عنده كل الحاجات اللي احنا نقدر نقارنها بالمطاعم التانية كان بجداره هيبقى في المركز الاول. بس ديت كانت حلقتنا النهارده. لو عجبتك ما تنساش اللايك، الشير، سبسكرايب، وطبعا ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده خلاص، سلام.